هل مخ الإنسان عبارة عن كون جوه الدماغ؟ مخ الإنسان من أعقد الحاجات اللي موجودة في الكون، وعشان تفهمه شيء صعب جدا. أول حاجة لازم تعرفها هو إن إزاي المخ بيشتغل. المخ بيستقبل أي إشارات من أي حواس، سواء من العين أو الودان أو التنفس أو الجلد، وبعد كده بيتم نقل الإشارات دي للخلايا العصبية، وبعد كده الدماغ بتفهم الإشارات دي وبتترجمها، وبعدها بيتم إرسال ردود الفعل سواء لحل مشكلة أو تعلم شيء جديد أو الوعي والتفكير وحاجات تانية كتير. وفي حاجات كتير أوي المخ بيعملها لوحده، زي تنظيم ضربات القلب وضغط الدم وتنظيم أجهزة كتير جوه الجسم. طب إيه هي القدرات الخارقة للمخ؟ مخ الإنسان بيتميز بذاكرة غير محدودة، ممكن يخزن معلومات كتير جدا بشكل لا يوصف. بس الفكرة هنا هو إنك بتواجه صعوبات في استرجاع المعلومات. المخ بيقدر يعمل حسابات معقدة جدا. على سبيل المثال لو انت بتلعب كرة قدم، هنا المخ بيقدر يحسب المسافة والزمن والزوايا والقوة وحاجات تانية كتير في نفس الوقت بسرعة جدا وبشكل دقيق. المخ قادر انه يتعلم ويغير من سلوكه، ودي ميزة ممكن يستخدمها المخ في حل مشكلة مشابهة لمشكلة حصلت في الماضي والمخ اتعلم منها. وفي مميزات كتير بس انا اتكلمت عن اهمهم. يا ترى ايه اهم النظريات اللي اتكلمت عن مخ الانسان؟ في نظرية بتقول ان احنا بنستخدم 10% بس من المخ، ولو احنا استخدمنا 100% من المخ البشري هيبقى عندنا قدرات خارقة زي الطيران او التخفي او القوة الخارقة زي عالم مارفل. بس الحقيقة هو ان الكلام ده غير صحيح وملوش اي دليل علمي نقدر نستدل عليه. النظرية التانية هو ان المخ مشابه جدا للكون. في علماء قالوا إن شكل الخلايا العصبية بيشبه جدا شكل الشبكة الكونية، وإن الخلايا العصبية متصلة ببعضها زي الشبكة الكونية اللي متصلة ببعضها بغازات وعناصر أولية ومادة مظلمة، وفي حاجات كتير متشابهة ما بينهم. النظرية دي بتفترض إننا موجودين جوه مخ كائن أفقي عايش بره أبعاد الكون. النظرية التالتة هو إن وعي المخ قادر إنه يغير نتائج لتجارب نتيجتها معروفة، ودي أغرب نظرية موجودة حاليا واسمها الوعي الكمي. واللي حصل هو إن إحنا لما بنراقب الجسيمات اللي أصغر من الذرة بتتشكل لشكل معين، ولما إحنا بنبعد عنها وبنبطل نراقبها بتتشكل بشكل تاني خالص. الموضوع ده حير علماء كتير ساعتها، وكان من ضمنهم أينشتاين. النظرية دي هعمل فيديو عنها قريب، لأن النظرية دي العلم توقف عندها. طب إزاي ممكن إن إحنا نرفع من كفاءة مخنا وإزاي نزود من ذكائنا؟ أهم حاجة واللي هي تعتبر عامل مشترك ما بين كل الأذكياء هو التدريب. تدريب الدماغ على التفكير وحل المشاكل وإنك إزاي تنجح في مجال معين. تاني حاجة هو تدريب الدماغ على حفظ المعلومات، لأن العالم فيه حاجات كتير مشابهة لبعض فده بيساعدك على حل مشاكل مشابهة. تالت حاجة هو إنك تتعلم حاجة جديدة أو الدخول في تجارب جديدة، لأن ده بيوسع من إمكانيات العقل. رابع حاجة هو النوم بشكل منتظم ما بين 6 ل 8 ساعات، ويفضل النوم في غرفة ما فيهاش صوت ولا نور. خامس حاجة هي ممارسة الرياضة وعمل نظام غذائي صحي، ودي من أكتر الحاجات اللي تساعدك على تحسين عقلك ونمو ذكائك. وأخيرا نحمد ربنا على نعمة العقل اللي ميزنا بيها عن باقي المخلوقات. وأتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه.